تحولت من هذا إلى ذاك بسبب حلزون. أنا سام بلارد، شاب يعيش بلا قلق، مليء بالحيوية والجرأة. بدأ الحدث في عام 2001 عندما كنت في سن 19 عاما في إحدى الليالي خلال احتفالي مع الأصدقاء. كان هناك تحدي بسيط أعطي لي: أكل حلزون حي. كانت مجرد لعبة، لحظة غفلة، لحظة من الشباب المتهور. ما كنا لا نعرفه هو أن هذا الحلزون كان يحمل طفيليات خطيرة، اسم لا يمكنني نسيانه: أنجيوسترونغايلوس كانتونensis. هذا التحدي الغبي أثر بشكل كارثي. بعد ابتلاعي لهذا الحلزون تغير مجرى حياتي إلى الأبد. بدأت الأعراض بشكل لا يمكن انتباهها، ثم تفاقمت بسرعة. إنها مرض نادر في الجهاز العصبي ناتج عن هذه الطفيليات. حياتي تحولت إلى كابوس. هاجم المرض جسدي وعقلي، تركني مشلولا معتمدا على الآخرين لأبسط الحركات. كان كل يوم تحديا لا يمكن تجاوزه. أصبحت المهام اليومية التي نأخذها للحساب مصدرا للألم. على الرغم من قوتي وإصراري، استسلم جسدي أخيرا في نوفمبر 2018. معي ذكرى مؤلمة عن أهمية اختياراتنا وتأثيرها على حياتنا.